الأرمن الوصفة إلهم لازم نضيف للسجق الجمن. شو هذا الجمن؟ قشر الرمان، تشتروا هيك رمانتين حلوات عشان تاكلوهم، بتقشروهم، بتغسلوا القشر، بتنشفوه منيح وبتيبسوه على الشمس يومين 3 4 10 اسبوع ما بتفرق، المهم دي يصير حجرة بتيبس تماما. بعدين بنجيب الخلاط وبنحط قشر الرمان فيه، يتسكر. هلا بعد ما انطحن قشر الرمان طلع تقريبا معلقتين كبار، رح اضيف فوقه معلقتين كبار كمون ومعلقتين كبار حلبة. الحلبة عندي اياها حبوب، رح احطها معهم وينطحنوا كلهم مع بعض. كل العملية جراحية لحتى نحصل على الجمن اللي هو سر طعمة السجق. يلا انطحنوا كلهم مع بعض، رح افضيهم بمرطبان. اكيد ما رح اضيف كل هالكمية لوصفة السجق، وكل اللي بينضاف للسجق هذا هو. وصدقوني كل سر نكهة السجق اللي بنشتريه جاهز وبنحبه كتير هو الجمن. مشان هيك جربوا ضيفوا الجمن وشوفوا شلون رح يطلع معكم سجق غير شكل. فيديو السجق كامل نازل كمان على الصفحة، وصحة وألف هنا. يا عيني على سندويشة السجق لما بتكون على أصول الأرمني. الوصفة أرمنية، ما في اتنين بيختلفوا على الحكي. السر كله ببهارات الجمن. السجق تكون مدهنة. رح نستخدم كيلو لحم غنم أو عجل متوفر عندكم. رح نضيف له معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل أحمر ميبس ومطحون، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة توم مهروس، ربع معلقة كبيرة من الهال المطحون، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة كبيرة من الزنجبيل، ومعلقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، وآخر شي معلقة كبيرة من الجمن اللي سر طعمة السجق كلها موجودة فيه. في ناس رح تستغرب وين الكمون الحلبة، اساسيين بالسجق. اذا شفتوا فيديو الجمن بتعرفوا وين كمون الحلبة، ما بصير بلا هون. ويلا نخلط اللحمة مع بعض. معلومة كتير مهمة، لحمة السجق فينا ننشفها، بنحطها بجرابة نظيفة وبنعلقها بننشرها بالشمس اسبوع 10 ايام، وبهالحالة بنستخدم لحمة السجق لفترات طويلة. بس انا اليوم ما رح انشفها، فيكم بكل بساطة تنشفوها وتحافظوا على. او الخبز العربي ما بتفرق، كله طيب. بنمد اللحمة على الخبزة بالسماكة اللي بدنا اياها، انا سمكتها شوي، اذا بدكم اياها مثل الجاهزة رققوا الطبقة شوي، وبنطويها وعلى سخانة السندويش. ما في داعي ندهنها شيء، لان اللحمة اذا كانت مدهنة لحالها بتسلي. وشوفوا لي هالمنظر. السجق اذا كنتوا ما بتعرفوها لسه، بلا المخلل والبندورة، وصارت عنا السندويشة جاهزة. ما بتتخيلوا الطعم.